نهاية اللقاء المنتظر ما بين الزمالك والبنك الأهلي ب3 أهداف مقابل لا شيء للبنك الأهلي. الزمالك اتغلب من البنك الأهلي 3-0. بس الماتش ده واللقاء ده في منتهى الأهمية. اللقاء ده كاشف وبيوضح لنا كل حاجة. في مجموعة من اللاعبين لازم ينطردوا فوراً من نادي الزمالك، لأنهم لا مستواهم ولا إمكانياتهم تأهلهم إن هم يعدوا من جنب سور نادي الزمالك، مش يلعبوا جوه نادي الزمالك ويلعبوا ويمثلوا نادي الزمالك. ده إمكانياتهم ومهاراتهم، هي إمكانياتهم كده، قدراتهم كده، ما يستحقوش يلعبوا في نادي الزمالك، ما ينفعش يمثلوا نادي الزمالك. طب مين اللعيبة اللي أنا بتكلم عليها؟ مين اللعيبة اللي سبب تدمير الزمالك الفترة الأخيرة؟ عمر جابر لازم ينطرد من نادي الزمالك، مش نمشوه ونطردوه. عمرو السيسي لازم ينطرد من نادي الزمالك، امكانياتهم كده يا جماعه، هم قدراتهم كده. مصطفى شلبي لازم ينطرد بره الزمالك، ما يلمسهاش تاني، مفيش امل فيه، ما تحاولوش معاه، مش هيديك حاجه. نضاي مش هيديك حاجه، هو اخره كده، امكانياته كده. محمد رؤى مفيش امل فيه، لعبه كله سلبي، مش هيديك حاجه، فما تحاولش معاه. سامسون مفيش امل فيه. اللعيبه دي عمر جابر، عمرو السيسي، مصطفى شلبي، نداي، سامسون، مفيش امل فيهم. ما تحاولش مهما تعمل، هم امكانياتهم كده، قدراتهم كده، ما تحاولش معاهم. دول امكانياتهم كده، لازم يمشوا من نادي الزمالك. في لعيبه تانية في امل فيها، بس محتاجه تيم كويس، ومحتاجه انك تشجعهم وتديهم جرعه نفسيه وتحسن ادائهم النفسي. زي مين؟ يوسف اسامه نبيل، سيف فاروق جعفر، عبد الله جمعه، الونش. اللعيبه دي هيجي منها، بس هيجي منها امتى؟ لو انت حمستهم، اديت لهم دفعه معنويه، اتحطوا وسط فريق كويس، هيجي منهم. لكن اللعيبه التانية اللي قلت عليهم دول لازم ينطردوا فورا من نادي الزمالك، لان امكانياتهم سيئه، وهم مش بيقاتلوا كمان عشان نادي الزمالك، اللي هو عمر جابر وعمرو السيسي والمجموعه دي ومصطفى شلبي ونداي. مفيش، نازلين يلعبوا ويهزروا. لما حضرتك تتغلب من البنك الاهلي 3-0، يبقى المجموعه كلها لازم تتشال. كمان ان الجماعه اللي موجودين في الجهاز الفني، احمد عبد المقصود، حسين ياسر المحمدي، يا جماعه دول يروحوا يدربوا بني عبيد، ما يدربوش الزمالك، ولا حتى يقفوا مع الجهاز الفني اللي جاي. يعني انت عندك سيف فاروق جعفر، هو افضل لاعب في الشوط الاول وافضل لاعب بيلعب عندك في الماتش، انت بتطلعه؟ انت مجنون. ده انت ما مالكش في الكوره خالص، ما عندكش اي فهم في الكوره لما تطلع افضل لاعب عندك اللي هو سيف فاروق جعفر. ده بعد سيف فاروق جعفر ما طلع، البنك الاهلي اشتغل على الزمالك هجمات هجمات هجمات. انت بتساعد البنك الاهلي، بتطلع اخطر لعيب عندك اللي هو سيف فاروق جعفر، اللي كان متحرك وكان كاشف الملعب وكان عامل شغل كويس في الزمالك. انت طلعته وسبت عمرو السيسي. انت طلعت سيف فاروق جعفر وسبت عمرو السيسي وسبت رؤى. يبقى انت عايز ايه بقى؟ هل انت راجل مدير فني او بتفهم اي حاجه؟ انت ما ينفعش ما تنضم، ما ينفعش حد يحطك في اي جهاز فني للزمالك الفتره الجايه. عبد المقصود وحسين ياسر، بتطلع مين وتشيل مين؟ طلع احسن لاعب عندك في المباراه كلها. وضع الزمالك سيء جدا، لو ما حصلش حمله تصحيح مفيش امل. ومهما تيجي في مدير فني هيجي يعمل لك ايه مع شويه اللعيبه دول؟ المدير الفني هيجي يعمل ايه مع عمرو السيسي ومصطفى شلبي وشويه اللعيبه اللي ما تستحقش نادي الزمالك دي؟ نظف، افتح الجرح ونظف عشان الدنيا، عشان الزمالك يرجع تاني. نظف. انت كان عندك في نص الملعب طارق حامد
وكان عندك فرجاني ساسي، امام عاشور. النهارده مين عندك في وسط الملعب؟ عندك في الهجوم مصطفى محمد. النهارده مين عندك في الهجوم؟ الزمالك بيتخرب يا جماعه. نظف الجرح وشيل اللي ما يستحقش يلعب في نادي الزمالك، طلعهم، واللي يستحق حافظ عليه، ودعم الفتره الجايه بشويه لعيبه محترمه تقدر تشيل اسم نادي الزمالك. اسم نادي الزمالك بيتهان، ولو انت حضرتك مش قادر تطهر وتنظف الوضع اللي في الزمالك، ارجوك استقيل وارحمنا وامشي، ويجي مجلس اداره تاني يقدر يتحمل المسؤوليه، لان انتوا فاشلين. مجلس اداره فاشل، ودي اخر فرصه ليكم، يا تنظف الزمالك وترجع الوضع تاني زي الاول، يا اما تستقيل وترحمنا ويجي مجلس اداره بيفهم يعرف يحسن وينظف الوضع اللي موجود في الزمالك حاليا.